السلام عليكم، اهلا بكم حبايبي في قناتي مطبخ ايمان. وصفه النهارده بيحبوها الكبار قبل الصغار. هنعمل مع بعض الكوكيز بكوبايه ونص من الدقيق. هنطلع 41 قطعه. الطعم مميز جدا وهيطلع معاكي زي بتاع الافران واحسن كمان. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الوصفه بتاعتنا على طول. واول حاجه معايا نص كوبايه من السكر البودر. السكر دون بتطحنيه في المطحنه الصغيره اللي بتيجي مع الخلاط. بعد كده هنزل بنص كوبايه من السمنه دي بدرجه حراره الغرفه، يعني مش محطوطه في التلاجة ولا اي حاجه، من العلبه على طول، وعيرتها في قلب الكوبايه. هنزل بيها كده على السكر وبعدين اقلبهم مع بعض. هقلبهم كويس جدا مع بعض لحد القوام بتاعهم ما يبقى عامل زي الكريمه. وفي الوقت دوت لو انت مستخدمه سكر حبيبات ممكن تقلبي لحد السكر ما يدوب معاكي. وطبعا انت تقدري تستبدلي السمنه بالزبده، وممكن خليط سمنه على زيت، يعني المتاح عندك. ودلوقتي هننزل بالبيضه، والبيضه تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما تكونش لسه خارجه من التلاجة. وطالما نزلنا ببيضه هيبقى هننزل بباكو من الفانيليا ورشه صغيره كده من الملح. ونقلب بقى كل الخليط كده مع بعضه، ومش هتاخد منك وقت، يدوبك بس نخلطها مع السمنه والسكر. ويا ريت يا امارات ما تنسوش البصمه الحلو. ودلوقتي بنفس الكوبايه اللي عايرنا بيها السمنه والسكر هنعاير بيها الدقيق. وطبعا في الوصفه بتاعتنا احنا هنحتاج كوبايه ونص من الدقيق. فدلوقتي انا هنزل اول حاجه كده بكوبايه من الدقيق، ومعايا حوالي ربع معلقه كده من البيكربونات الصوديوم، اللي هو الكربوناتو اللي بنضيفه على الطعميه. طبعا انا ضفت هنا الكربوناتو عشان خاطر الكربوناتو هو اللي هيديك الطعم الاصلي للكوكيز، لكن لو حطينا البيكنج باودر هيقلب معانا على بسكوت. فاحنا عايزينه طبعا يطلع معانا زي اللي بنشتريه من بره، وان شاء الله هيطلع احلى كمان. فدلوقتي انا هوقف بقى الاسباتولا وهستخدم ايديا عشان خاطر اقدر احس بالملمس بتاع العجينه. ودلوقتي بعد ما نزلنا بنص كوبايه الدقيق زي ما انتم شايفين، بس طبعا هسيب منها حوالي معلقتين كده من الدقيق، لان انا هقسم العجينه قطعتين عشان تبقى قطعه بالفانيليا، والقطعه التانية هزود عليها معلقه من الكاكاو عشان تبقى بالشوكولاته. فدلوقتي معلقتين الدقيق اللي انا سبتهم خدت منهم معلقه ضفتها على القطعه اللي هتبقى بالفانيليا، والمعلقه التانية هبدلها بالكاكاو. وقلب بقى كله كده مع بعضه. والكوكيز ما بيحتاجش عجن، يا دوبك بنقلبه بس بصوابعنا كده، بص تلاقيه لم في ايدك وبقى زي الفل. وعشان نختبر العجينه بناخد قطعه صغيره كده بنعملها كوره، وبعد ما بتعمليها كوره كده وتدوريها بتضغطي عليها بصبعك كده. وطالما العجينه ما شققتش معاكي كده العجينه ممتازه، بنشتغل فيها على طول. وطبعا الصواني اللي انا بستخدمها ما بديناش اي حاجه خالص، برص فيها على طول. انا هنا مخليه حجم الكوكيز 10 جرام و11 جرام، لو انت حابه تكبري عن كده زي ما تحبي. انا هنا باخد قطعه الكوكيز بدورها وبعد بعملها كوره يعني، وبعد كده بقوم ضغط عليها ضغطه خفيفه جدا، وبمسك الشوكليت شيبس واحطه عليها. وكنت حابه اقول لكم حاجه برضو يا امارات، دلوقتي لو انت حابه تعملي الكوكيز كله شوكولاته يفضل ان انت تسيبي قطعتين 3 كده من الفانيليا عشان خاطر تقدري تحددي مستوى التسويه، لان انت لو عاملاه كله شوكولاته وزاد معاكي في التسويه هيبقى فيه مراره. فطبعا لو انت حاطه قطعتين مثلا من الفانيليا موجودين معاكي هما اللي هيخلوكي تعرفي مستوى التسويه. ودلوقتي بعد ما خلصنا هنكون مسخنين الفرن قبلها ب10 دقايق. هنظبط الفرن على درجه حراره 180 وهنسيبه على الرف الوسطاني لمده 12 دقيقه. وفي الوقت ده بنكون مولعين من تحت بس. وقبل ما يعدوا ال 12 دقيقة يعني بعد 10 دقايق كده بالدقيقتين الباقيين بنفتح الشواية ونحطه تحت الشواية عشان بياخد معانا لون خفيف كده، هيطلع معاكي مقرمش وجميل جدا. اما لو انت عايزة فيه يكون فيه مثلا مضغة كده ممكن تسيبيه 10 دقايق بس. وقبل ما تطلعيه برضو يعني بعد 8 دقايق الدقيقتين الباقيين بتحطيه تحت الشواية وتطلعي، يبقى كده عاد معاكي 10 دقايق. وما شاء الله بعد ما طلع من الفرن حاجة كده تحفة، والأرضية بتاعته واخدة درجة تسوية ممتازة جدا. ويا ريت عشان يقرمش معاكي تسيبيه في قلب الصينية لحد ما يبرد، بمجرد ما بيتعرض للهواء بتبص تلاقيه قرمش وبقى جميل جدا. وان شاء الله لما تجربوا الطريقة دي هتضاعفوا الكمية من جماله وحلاوته. وربنا يحسن ما بين ايديكم واترككم في حفظ الرحمن.